مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم. سنشاهد في هذا الفيديو أهم مشاريع المغرب لاحتضان كأس العالم 2030. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والانضمام لنا ليصلكم جديدنا، وشكرا. هذه أهم مشاريع المغرب لاحتضان كأس العالم 2030. أكيد أن تشريف المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب أسبانيا والمغرب يعد أيضا تكليفا ينبغي للمملكة أن تكون عند حسن لجنة الفيفا، فمنح كأس العالم إلى دولة ما لا يأتي عبثا، بل نتاج متابعات ودراسات وتقييم وتحصيل يكلف مدة لا بأس منها من الزمان. وليكون المغرب عند حسن الظن، نتطرق إلى أهم المشاريع الكبرى القائمة والتي ستقام خلال الأيام القادمة. قطار سريع يربط بين الدار البيضاء ومراكش ثم مراكش بأكادير ليصل بين طنجة وأكدير. سيتم تدشين المشروع ليساهم في تنقل الجمهور بشكل سلس ومريح. TGV مراكش أغادير. بعد نجاح تجربة القطار TGV الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، المغرب يسعى إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، ويهدف في وقت أول إلى إنشاء خط يربط بين الدار البيضاء وأغادير ويمر عبر مراكش، أي ما مجموعه 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة. فالحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع مراكش أغادير، على اعتبار أنه مخطط ضخم سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد. كما أن الملك محمد السادس كان قد دعا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء إلى إخراج مشروع ربط السككي بين مراكش وأغادير، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس مسة، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية. وهو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة. كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضعه ضمن رؤيته المستقبلية لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالمغرب. إنشاء جسر يربط بين المغرب وأسبانيا من المنتظر الإعلان عنه في الأيام القادمة. يبدو أن فكرة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا التي طرحت لأول مرة أواخر سبعينيات القرن الماضي تتجه لتصبح حقيقة على أرض الواقع، بعدما حصلت مدريد على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.3 مليون يورو من أجل دراسة جدوى المشروع في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية في عددها الصادر أول أمس الجمعة. يأتي ذلك بعد أشهر من تأكيد عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان، على رأسهم وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيت، أن بلادها تعمل مع المملكة المغربية من أجل إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي للبلدين وللقارتين الأوروبية والإفريقية. من جهته، كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية قد صرح على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط الذي جمعه بنظيره الإسباني بيدرو سانشيز في فبراير الماضي، أن القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروط الربط القاري بين البلدين. ملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيتم تدشينه قريبا ويتسع إلى 100,000 متفرج، وسيكون أحد أكبر ملاعب العالم، وينتظر أن تقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم. إعادة تهيئة ملاعب المدن الستة التي تم اختيارها لتنظيم الحدث. اتفاقية حكومية لتأهيل 6 ملاعب.
أكدت الأطراف الموقعة على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير بشأن تمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، وتشييد ملعب جديد لاحتضان مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم كان 2025 وكأس العالم مونديال 2030 اليوم الجمعة بلا الرباط، أن جميع الفاعلين معبؤون لتوفير كافة الشروط قصد تنظيم هاتين التظاهرتين الرياضيتين في أحسن الظروف. وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، في تصريحات صحفية إثر التوقيع على هذه الاتفاقية تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذه الأخيرة تروم توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب من أجل تهيئة منشآت رياضية تستجيب للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، أبرز بن موسى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس من أجل توفير تجهيزات أساسية تضاهي نظيراتها على المستوى الدولي، وتستجيب لكل المعطيات المتضمنة في دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. من جانبه، أكد لقجع أن أشغال التهيئة انطلقت وستتواصل بالوتيرة التي تضمن تنظيم كان 2025 في أحسن الظروف، وكذا توفير كل التجهيزات الضرورية التي تستجيب لمعايير فيفا من أجل التنظيم الجيد لمباريات كأس العالم في عدد من المدن المغربية، لافتاً إلى أن كافة القطاعات الوزارية والفاعلين الآخرين معبؤون وراء عاهل البلاد من أجل ضمان تنظيم تظاهرة عالمية ستكون الأحسن تزامناً مع ذكراها المئوية. أما خالد سفير، فبين أن صندوق الإيداع والتدبير سيساهم في إطار مهامه والدور المنوط به في التمويل وتعبئة التمويلات الخاصة لإنجاز هذا البرنامج الرامي لتجهيز وإعادة تأهيل الملاعب التي ستحتضن التظاهرات الرياضية المقبلة. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن هذه الاتفاقية تهم تمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم تم اختيارها بتعليمات ملكية في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط وأغادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بن سليمان. وبموجب هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9.5 ملايير درهم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب ومعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاماً مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم بميزانية تتراوح بين 4.5 و6 ملايير درهم من سنة 2025 إلى 2028. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع هذا الشهر ملف المغرب، إسبانيا، البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم. وقبيل ذلك، صوت المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بالإجماع على طلب المملكة المغربية استضافة نهائيات كأس إفريقيا لسنة 2025. تهيئة مدينة طنجة، المشروع المغربي الصيني باستثمار يقدر ب10 ملايير دولار. لقد عرفت سنة 2022 أشغال بناء المدينة الصناعية محمد السادس طنجة بشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، ويهم مشروع مدينة محمد السادس طنجة إنجاز مدينة صناعية مستدامة مندمجة وذكية بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء الأورو متوسطي. ويشمل المشروع المتواجد بجماعة العوامة وسبت الزينات بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتاراً
منطقة للتسريع الصناعي تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتاراً، كما يضم المشروع مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتار، تشمل مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة المرافق العمومية اللازمة لضمان حسن تدبير شؤون المدينة. وتم في 2022 إطلاق شراكات مالية وتجارية كبيرة مع بريطانيا، إضافة إلى مشاريع ومصانع كبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بالعيون والدخلة من طرف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية. كما أن المغرب في سنة 2030 سيتوفر على 4 موانئ ضخمة هي ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وميناء الداخلة وميناء الدار البيضاء، مع إمكانية توسعة ميناء طنجة مرة أخرى وزيادة ميناء كبير آخر في أكادير. وكذلك سيتعزز المغرب بموانئ متوسطة مثل ميناء القنيطرة وميناء الجرف الأصفر الطاقي وميناء أسفي، مع إمكانية بناء ميناء متوسط آخر في العيون. إنشاء مشروع سياحي ضخم بين الدار البيضاء والرباط يضم فنادق فخمة ومنتجعات سياحية ومطاعم يطل على البحر على مساحة 47 هكتاراً. المغرب يطرح مشروعا سياحيا ضخما بين الرباط والدار البيضاء. أطلقت وزارة السياحة دعوة لإبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع سياحي استثماري على الساحل الأطلسي بين العاصمة الرباط والدار البيضاء على مساحة تناهز 47 هكتاراً تابعة لأملاك الدولة. وتم اختيار مكان المشروع السياحي على الطريق الوطنية R322 بشرق مشروع باهية بيتش كولف، في حين لم يتم الكشف بعد عن مخصصات هذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة الاستثمار السياحي التي تبلغ اعتماداتها 6.1 مليار درهم، تم اعتمادها في مارس الماضي. وقال مصدر مطلع من وزارة السياحة أن المشروع الجديد الذي سينجز بمدينة بن سليمان سيساهم في تطوير سلسلة سياحية باسم سيتي براك، أي سياحة المدن، حيث سيتضمن مناطق ترفيهية خاصة بالصغار والكبار، ومناطق للعروض والمهرجانات، وفنادق ومطاعم، بهدف جذب السياح من الداخل والخارج. وأوضح ذات المصدر أن قطاع السياحة في المغرب يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في اقتصاد المملكة بالعملات الأجنبية، حيث يتوقع أن ترتفع إيراداته من 91 مليار درهم العام الماضي إلى 120 مليار درهم عام 2026. إنشاء أبراج ومحطات كبرى وتحلية مياه ومشاريع كهربائية وإعلامية وسياحية بالدرجة الأولى. برج محمد السادس، وهو أول مشروع يمكن الحديث عنه في هذا المجال، مشروع برج محمد السادس بمارينا وادي أبي رقراق الذي يفصل مدينة سلا عن العاصمة الرباط، حيث يتم حاليا تركيب الألواح الزجاجية للبرج على أساس أن يكون البرج جاهزا عام 2023. ويتألف برج محمد السادس بالرباط من 55 طابقا، ليصنف بذلك كأعلى برج في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه 250 مترا وعرضه 35 مترا، وستتولى تشييده مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وقد أطلق المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس مجموعة من الأوراش والمشاريع الكبرى من المنتظر أن تشهدها السنوات المقبلة، والتي ستكون محطة انطلاق جديدة لمستقبل أفضل. القطب المالي بالدار البيضاء. مشروع القطب المالي بمدينة الدار البيضاء الذي سيغير معالم وملامح هذه المدينة ليحولها لمدينة ذكية تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث يعتبر القطب المالي للدار البيضاء مركزا اقتصاديا وماليا إفريقيا يوجد في مفترق القارات، ويعد كأول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.
مشاريع النجاعة الطاقية من المشاريع المهمة التي يعول عليها المغرب بلورة مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، ونظراً لأهمية مكامن النجاعة الطاقية والاهتمام المتزايد للأطراف المعنية، قام المغرب ببلورة رؤية استراتيجية خاصة بالنجاعة للطاقية في إطار حوار وطني تشاركي، وقد شارك في هذا الحوار جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية القطاعية المعنية. ومحاور الرؤية الجديدة في مجال النجاعة الطاقية: احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، تعميم دراسات التأثير الطاقي، تعزيز مراقبة برامج النجاعة الطاقية، الإدماج التدريجي لإلزامية احترام النجاعة للطاقية، تشجيع استعمال للتجهيزات والمعدات الأقل استهلاكاً للطاقة، تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 4 قطاعات مستهلكة للطاقة، وهي النقل الذي يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء 33%، والصناعة 21%، والفلاحة والإنارة العمومية 8%. من بين المشاريع أيضاً تخطيط المغرب لإنتاج الغاز من حقل بحري في 2024، حيث تمت برمجة انطلاق إنتاج الغاز في عام 2024 في منطقة التنقيب البحرية لكسوس الواقعة بالعرائش في المحيط الأطلسي. والغاز المستكشف حسب ما صرح به سيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمدية وتهدرت ومختلف الصناعات في منطقة القنيطرة شمالاً. وفي مجال الطاقة دائماً تراهن الحكومة على تشغيل مجموعة من المركبات الريحية سنة 2023 للرفع من القدرة الإنتاجية للمملكة، تماشياً مع طموح المغرب الذي يود أن يرسخ نفسه كمنصة انطلاقة في مجال الطاقات المتجددة في المغرب العربي.